السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننسيش الدعاء لاهلنا في غزة، ربنا يا رب ينصرهم النصر اللي تعجبه من اهل السماوات والارض. وصفة النهاردة هنعمل العدس والطماطم المخللة بطريقة سهلة وحاجة اقتصادية كده وبتاعت أجدادنا. مكوناتنا معانا: عندي طماطماية بحجم كبير أنا مقطعاها مكعبات، وعندي بصلة بحجم كبير برضو مقطعاها مكعبات، عندي فص من الثوم هاخد نص الكمية بس، والنص التاني هنعمل بيه حاجة في آخر الفيديو، وعندي كوباية من العدس الأسمر. تمام. عندي هنا هاخد نص كمية الثوم مش كلها علشان هنعمل الطشة بتاعة العدس، وبعد كده هنزل عليه بالطماطم والبصل. هننزل كمان بالبصل. طبعا الحاجات دي كلها متقطعة مكعبات كبيرة زي ما انتم شايفين لاني هنضربها بالهاند بلندر. عندي العدس هنا انا غسلته. تمام. ممكن تنقعيه بس لا انا استخدمته كده بس غسلته. عندي التوابل: عندي مرقة خضار، وعندي ملح، وعندي كزبرة ناشفة، وعندي كمون، وطبعا العدس اساسه كمون. عندي معلقة صغيرة من كل المكونات دي، بس الملح طبعا حسب الرغبة. عندي لتر من المية هننزل بيه على المكونات، وبعد كده هنقلب كل المكونات دي، وطبعا هتظبطي الملح زي ما انت عايزة. وبعد كده هنرفع المكونات دي على النار، نسيبها لغاية ما تستوي كويس جدا، وكل المكونات دي يعني تدوب مع بعضها كده وتبقى مستوية خالص. وده العدس طبعا بعد ما استوى، شايفين كل المكونات كده ما شاء الله استوت جدا. هبتدي بالهاند بلندر اضرب كل المكونات دي كويس جدا لغاية ما تختفي تماما وتبقى العدس عندي ناعم جدا. قلبي كل المكونات دي كويس جدا، وبعد كده هنبتدي نعمل الطشة بتاعة العدس. عندي القوام ده بعد ما اتضرب بالهاند بلندر، شايفين هو ده القوام المظبوط. لو انت حابة اتقل من كده تقدري تقللي نسبة السوائل، بس انا بالنسبة لي حلوة جدا. الوصفة دي مفيدة جدا لأصحاب الدايت طبعا، ما عدا الطشة دي مش هيحطوها. عندي هنا معلقة من الزيت، معلقة واحدة بس من الزيت، ومعلقة كبيرة، وهنزل عليها ببقية الثوم ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. هنحمر كل الكزبرة دي لغاية ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده، وبعد كده هنزل بيها على العدس. والتركاية دي حلوة جدا. تمام. طبعا أصحاب الدايت هم مش هيستخدموا الطشة، هيستخدموا كل المكونات دي بدون الطشة، مع ان انتوا لو استخدمتوا الطشة هي ما فيهاش غير معلقة زيت واحدة بس، ممكن تقدروا تستخدموها. وطبعا دي وصفة صحية جدا وكلها طبعا بروتينات ومفيدة جدا. طبعا احنا كده وصلنا لمرحلة التقديم. تعالوا بقى علشان نحلي طعم العدس كده نعمل معاه حاجة حلوة كده، حاجة حرشة كده. تعالوا هنعمل الطماطم المخللة. نيجي بقى للطماطم اللي احنا هنعملها. عندي طماطم. الطماطم دي طبعا تختاريها بعناية جدا تكون ناشفة مش طرية، علشان خاطر هنعملها مخللة، فلو طرية هتتهري معانا. أول حاجة الطماطم بنختارها تكون حمرة كده وحلوة، وتكون ناشفة مش طرية. هنبتدي نشيل البذرة بتاعة الطماطم اللي من فوق دي، ضروري جدا لازم نشيلها علشان هي مضرة جدا، يعني مضرة جدا بصحتنا وبصحة أولادنا، لأن كل البكتيريا بتتجمع فيها. فاحنا هنبتدي نقطع الطماطم بسمك سميك كده مش رفيع، علشان خاطر الطماطم ما تتهريش معانا. شايفين ده السمك اللي احنا محتاجينه، السمك مش رفيع قوي ومش عريض جدا. قطعي كل الطماطم بالحجم ده علشان خاطر نبتدي نحشي الطماطم بالخلطة بتاعتنا. انا خلصت كده، شايفين انا بشيل القطعة اللي من فوق، وبأكد عليكم لازم نشيلها علشان هي مضرة جدا. بعد كده هنخلص كل الكمية اللي معانا دي من التقطيع، وبعد كده هنحضر الخلطة بتاعة الطماطم. طبعا دي كل الكمية اللي احنا عملناها. عندي للخلطة بتاعة الطماطم احنا دلوقتي هنرصها في طبق كبير علشان خاطر نتحكم في حشو الطماطم، تبقى سهلة معانا كده ومتبهدلش الدنيا. وطبعا بعد ما خلصنا الرص تعالوا نحضر الخلطة.
عندي هنا معلقة كبيرة من الخل، وعندي فص من الثوم، عندي توابل ملح، كمون، كزبرة ناشفة، شطة حمرا، وعندي جرجير. الجرجير ده طبعًا الخلطة دي مفيدة جدًا، الطماطم يعني على الجرجير يعني هي سلطة. إحنا طبعًا هنشيل العصب بتاع الجرجير، إحنا مش عايزين غير الورق وعصب صغير مش كتير. هنقطّع الجرجير بالشكل ده، وهننزل عليه ببقية المكونات بالتوابل والثوم والخل، ونفرمه كويس في الكبة، وبعد كده هنبتدي نحشي بيه الطماطم. ودي خطوة مهمة إن إحنا نفرمه كويس في الكبة. لو أنتِ مش عندِك كبة ممكن يعني في الخلاط، بس الكبة أفضل علشان ما تخلّيهوش يبقى سايل جدًا. هنا أنا بعد ما فرمته هابتدي أحشي بيه الطماطم. شايفين الخلطة معانا مفرومة ناعم وحلو جدًا. نحشي الطماطم بقى الوصفة دي وصفة قديمة جدًا، طعمها حلو جدًا، بتبقى مع العدس، مع الفول، مع أي حاجة من أنواع البقوليات، بتبقى طعمها حلو جدًا. احشي المكونات دي وابتدي اضغطي بالمعلقة فوق الطماطم علشان خاطر تنزّل السوائل الموجودة فيها. نخلّص كل الكمية بتاعة الحشو دي، وبعد كده تبقى جاهزة معانا للتقديم. شايفين اللون الأخضر مع لون الطماطم، يعني بُصّوا لوحة فنية. طبعًا بقى لو كنتِ وصلتِ معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلِك مني كل جديد، وما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا يا رب ينصرهم نصرًا يتعجب به منه أهل السماوات والأرض. طبعًا الجبنة الموجودة في الفيديو دي إن شاء الله هانزّل لكم فيديو مخصوص بيها، سهلة جدًا وطعمها خطير. دي جبنة قريش حولتها لجبنة كريمي، وخليتها كمان بطعم المش القديم، فطعمها لذيذ. سلام عليكم.